إلى من يضع المنبه على الساعة 7 والثامنة الدوام من عمل الوظيفة، إلى من يتعمد إخراج صلاة الفجر عن وقتها. اسمع ماذا يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جل وعلا، كلام خطير حول الذي يتعمد خروج وقت الصلاة. يقول: أولا الصلاة التي صلاها ما تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن اللي ما تعمد كل يوم يصلي الفجر، يوم من الأيام غلبه النوم، يوم من الأيام نسي، فإنه إذا قام يصليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله جل وعلا، السائل يسأل يقول: أنا أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا صلاة الفجر، إلا صلاة الفجر كل يوم لا أصليها إلا الساعة 7 8، يعني تعمد أن خرج الصلاة عن وقتها. قالوا: لو مات فلان من الناس على هذه الحال لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يترحم عليه، لا يقبر في مقابر المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخيرا اسمع لهذا الحديث المرعب المفزع. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بعد صلاة الفجر يقول للصحابة رضي الله عنهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد رؤيا فسرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت رؤيا. قال له الملكان: انطلق. يقول: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقي يعني نائم. قال: وإذا برجل مع حجر صخرة. قال: فيضرب رأس هذا النائم. قال: فينفلخ رأسه، يتهشم رأسه، يتكسر رأسه، فيتدهدى الحجر هناك. قال: فيذهب يأتي بالحجر. قال: فيعود ويضربه. وعلى هذه الحال قال: من هذا؟ قال: من هذا الذي يعذب هذا العذاب؟ قال: هذا الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. فجاهد نفسك للقيام لصلاة الفجر، فإن المعيار في النفاق والإيمان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.